السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا متتبعين قناة أم سارة. اليوم إن شاء الله غادي نقتسم معكم طريقة تحضير لي طرونش ديال لي باتيسري. غادي تحضريهم دفعة واحدة في المنزل ديالك بدون تكلفة، وعلى قد الجيب غادي تخرجي كمية اللي وفيرة جدا، وواحد الكلاصاج اللي سهل واقتصادي بلا ناباج بلا جليكوز. صراحة كيجيو أكثر من رائعين، غادي يحمروا لك وجهك قدام الضيوف ديالك. بسم الله غادي تشوفوا معايا كتجي رائعة جدا كيف ما كتشوفوا معايا، كتستحق فعلا التجربة. تبعوا معايا التفاصيل في الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا متتبعين قناة أم سارة. اليوم إن شاء الله غادي نقتسم معكم طريقة تحضير لي طرونش اللي كيتباعوا في لي باتيسري. غادي تحضريهم في المنزل ديالك بأقل تكلفة وبواحد الطريقة جد بسيطة. نحتاج إن شاء الله في المقادير ديال لا جينواز. عندي هنايا 3 ديال الحبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة من الحجم المتوسط. عندي هنايا نص خمارة، واحد الكاس ديال الدقيق يكون مغربل، الدقيق الخاص بالحلويات يعني النوعيه الجيده، العبار اكيد بالكاس ديال العنبه. عندي هنايا كاس ديال سكر سنيده، واحد سكر فاني. على بركه الله، كاول مرحله كنطربوا البيض ديالنا مع سكر سنيده مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديالو، كيولي القوام ديالو كريمي. عاد كنضيفوا الدقيق بالتدريج، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا كتبقاو تضربوا الخليط ديالكم حتى كيكون بهذا القوام كريمي. كترسموا هكا 8 فوق الخليط يعني، وما كتختفيش بسرعه. في هذه الاثناء غادي نضيفوا الدقيق بالاستعانه بالخلاط اليدوي، وكنخلطوا في نفس الاتجاه باش كنحافظوا على كميه الهواء اللي كاينه في الداخل ديال الخليط ديالنا على بركه الله. من بعد ما سرحت لاجينواز ديالي كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الصينيه ديال الفرن اولا في هذه اللاطه، من بعد ما فرشت ليها اكيد ورق الطبخ، دابا غندخلها للفرن اللي كيكون مسخن من قبل على اعلى درجه، وكنقص العافيه تكون متوسطه، وكنخليها الفوق فقط واحد 7 دقائق حتى 10 دقائق الماكسيموم. غير كنشوفها نشفات كنهبطها تحمر غير شي شويه من على الوجه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في المرحله الاتيه. من بعد ما خرجت لاجينواز ديالي من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي ناجحه مليار بالمئه. غادي نخليها تبرد كيف ما سبق لي قلت لكم، نحضر واحده ثانيه بنفس الطريقه ونرجع معكم باذن الله. من بعد ما خرجت الجينواز ديالي الثانيه من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها، وهذه الاولى اللي حضرت معكم كذلك. كنغبر ما بيناتهم هكا بالسكر كلاصي باش ما كيتلاصقوش ليا. ودابا غندوز نحضر الكريمه على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاج 400 مليلتر ديال الكريمه السائله، استعملت اولالا. وغادي نحتاجو كذلك واحد بورلي يكون بارد كذلك من الثلاجه. غنبداو على بركه الله نطرب الكريمه ديالي، من بعد ما كتطلع غنضيف عليها هذا الجبن الطبيعي على بركه الله. بعد ما طلعت الكريمه ديالي كيف ما سبقوا شفتوا معايا كنخليها جانبا، وكنجيب هكايا الجينواز تبقى الاولى غادي نسقيها بالسيرو اللي حضرته من قبل في كاس ديال سنيده، كاس ديال الماء، وجوج ديال لي طرونش ديال الحامض. كنغليهم مزيان فوق العافيه حتى كيتقالوا كيوليو بحال السيرو.
وبهم غادي نسقي. وممكن نستعملوا كذلك المناضه هاواي او لا فانتا، يعني ماء غازي، على بركه الله. ودابا من بعد ما دهنت الوجه ديالها بالكريمه غندخلها للثلاجه تبرد مزيان، وعاد غادي نكمل باقي الفينيسيون. خليكم معايا. كيف ما سبقوا شفتوا معايا في الفيديو، كناخذ واحد السكين وكنقطع هكايا اجزاء طوليه، يعني على شكل مستطيلات. غادي نرجع الحلوه ديالي على جنب، وغنقتسم معكم واحد الكلاصاج سهل واقتصادي بدون لاباج وبدون غليكوز. عندي هنايا النكهات، ممكن تستعملوا اي نكهه اللي بغيتو، الحامض، البرتقال، الفريز، الفرامبواز، ولا النكهه ديال الفستق. عندي هنايا 3 المعالق كبار ديال العسل، غنوضعهم في كاسرونه حتى كيدفاو، حتى كتطلق العسل ديالي، يعني كتولي سائله. كنضيف معها 4 ديال القطع ديال الشوكولاته كالا، الشوكولاته البيضاء. ومن بعد كنقسم الخليط ديالي ل3 ديال الزليفات اولا 4، وكل يعني كميه من الخليط كنضيف ليها راس معلقه ديال لاغوم اللي بغيت نستعمل، على بركه الله. كما كتشوفوا معايا كنحصل على 4 ديال لي كلاصاج، يعني مختلفين في اللون وحتى في النكهات. النكهه ديال الحامض كيف ما كتشوفوا معايا، وهذه النكهه ديال الفرامبواز، وهذه النكهه ديال البرتقال، وهذه النكهه ديال البيستاش. دابا غادي ناخذ لي طرونش ديالي وغادي نغلفهم بهاد لي كلاصاج كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، على بركه الله. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كملت التغليف ديال لي طرونش ديالي بلي كلاصاج اللي مختلفين في النكهات وحتى في المذاقات، دابا غندخلهم للثلاجه يبردوا مازال، وغادي نقطعهم وغنتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. من بعد ما كملت الفينيسيون اولا التزيين ديال لي طرونش ديالي، هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه
الصراحه كيجيو اكثر من رائعين بطريقه جد بسيطه بنكهات مختلفه وعلى قد الجيب. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، ودعموني بالاشتراك على القناه والضغط على الجرس فضلا وليس امرا، وشكرا لكم على طيبه المتابعه.